في الفيديو النهارده انا جاي اكلمك عن واحده من احلى واشيك واجمل السمارت باندز اللي موجوده في السوق المصري واللي لسه نازله جديد بالمناسبه. وحابب اشكر صاحبي اسلام عبد الرشيد، هو اللي خلاني اصور الواوي باند 9 النهارده. هو جابها فادهاني ان اصورها، وعلى فكره هي معانا النهارده في اللون البينك الجميل قوي، واللون ده بيمشي اكتر مع البنات. الباند بتاعت هواوي دي الجيل التاسع، وكنا في الاي اللي فوق عندك هتلاقينا عملنا ريفيو للجيل السادس والجيل السابع. الجيل الثامن ما فرقش في حاجه، والجيل التاسع هنتفرج عليه النهارده نشوفه فارق تشتريه ولا لا. السمارت باند دي سعرها متوسط حوالي 2000 جنيه، وتعالى نتفرج عليها النهارده على مميزاتها وعيوبها ونشوف هل بتقدم قيمه مقابل السعر. فتاكد انك تتابع الفيديو للنهايه عشان في كلام كتير قوي هنقوله عن الواوي باند 9. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالى نتكلم عن الواوي باند 9 واللي بتقدم المفروض قيمة ممتازة مقابل السعر بتاعها. طيب العلبة بتاعة الواوي باند 9 بصراحة ما فرقتش كتير عن الأجيال اللي فاتت، من أول تقريبا الباند 5 أو الباند 6، وهي نفس الشكل ونفس الديزاين، ومكتوب عليها من الظهر كالعاده زي ما احنا متعودين شويه سبيكس كده اللي موجوده في الباند، زي مثلا ان الستراب بتاعها بيتلبس بسهوله وخفيف ولطيف على الجلد. طبعا فيها الاس بي او 2 بتقيس نسبه تشبع الاكسجين في الدم، فيها اكتر من 100 وضع رياضي. الديزاين بتاعها بقى ارفع شويه، فيها يعني هارت ريت مونيتورنج، يعني بتقيس ضربات القلب بشكل مستمر. البطاريه بتاعتها كويسه والشحن بتاعها سريع. فيها اوتو برايتنس علشان الاضاءه وانت في بره في الشمس تبقى الاضاءه بتعلى وتوطى حسب اشعه الشمس. وطبعا فيها سليب تراكنج بتقيس لك النوم بتاعك، عدد ساعات النوم، واندرويد واي او اس كومباتبل، يعني بتشتغل مع الاندرويد والاي او اس. طيب عندنا هنا بتتفتح من تحت كده، وبيبقى فيها زي درج صغير كده بتشدها منه. اول ما بتفتح بتلاقي الباند نفسها ماشي، وعندك هنا شوية المانيوالز بتاعت كل مرة اللي ما حدش فينا بيقراها. طبعا ده الشاحن بتاعها العادي اللي هو التو بنز، الشاحن اللي هو التو بنز العادي خالص الصغير ده ماشي، وشوية كتب ومانيوالز ملهاش أي لازمة. ونيجي بقى للباند نفسها، واللي الديزاين بتاعها بصراحة ما فرقش حاجة عن السنة اللي فاتت. يعني الباند 7 لو شفتها في الاي اللي فوق هتلاقي من هنا كانت بتيجي بشكل كيرف كده شويه، انما من اول الباند 8 واحنا دلوقتي السنه دي مع الباند 9 الديزاين بتاعها بقى من الجنب مشطوف شويه كده، شبه الابل واتش الترا من ناحيه واحده. وعندك الباند نفسها بتكليبس كده، فيها كليبس صغير كده، يعني فيها تو لوك حلو علشان ما تفلتش من ايدك. الجزء ده بيركب هنا، والجزء ده شكله عامل كده بيكليك جوه هنا بحيث ان الباند ما تتخلعش من ايدك لاي سبب من الاسباب. الباند طبعا وزنها خفيف، طبعا في منها الوان كتير قوي، في لون اسود، في الوان كتيره، ولكن اللون ده شيك قوي ومناسب للبنات. عندك من ورا من هنا كده السنسورز بتاعتها، ودول التو بنز بتوع الشحن. وعلشان تخلع الاستراب ده عندك هنا علامه صغيره خط اسود هنا اهو، بتدوس عليه وتسلايد الاستراب من مكانه علشان انك تقدر تغير الاسترابات دي بحاجات طبعا مخصصه بس للباند 9. طيب تعالى نشيل السكرين اللي عليها كده ونتفرج على شكل الشاشه. ولو لاحظت هتشوف البازل اللي فيها من فوق ومن تحت شكلها عامل ازاي. طيب بنكليك ضغطه طويله كده على الباند من هنا علشان تبتدي تفتح معانا، يكتب لك واوي. وطبعا هي بقت تيجي بالهارموني او اس، بص ده الشكل بتاعه. طبعا هي ما فيهاش مايك وسبيكر للاسف لانها باند، فما بتقدرش انك تعمل منها مكالمات. طبعا دي الواتش فيس الاساسيه اللي بتيجي عليها، والجميل في الواتش فيسز دلوقتي انها بقى فيها always on display. بنكليك كده علشان نخش على المنيو، وعندك الباند بتريسبونس بطريقه حلوه قوي. عندك الورك اوت التمارين، تشوف الريكوردز بتاعتك، تشوف الاكتيفيتي ريكوردز بتاعتك، اتمشيت النهارده كام خطوه، عملت مجهود قد ايه. عندك طبعا السليب تراكنج، تقدر تقيس عدد ساعات النوم بتاعتك، النوم العميق والنوم اللي مش عميق.
عندك طبعا الهارت ريت سنسور، طبعا احنا بس عشان مش لابسينها هي مش بتنور. عندك طبعا الاس بي او 2 واللي هو قياس نسبه تشبع الاكسجين في الدم. عندك طبعا بتقيس الاسترس، في تمارين البريثنج انك ممكن يعني تاخد نفس عميق وهكذا. عندك النوتيفيكيشنز، وطبعا الساعه او الباند بتدعم النوتيفيكيشن بالعربي وهوريها لك دلوقتي. عندك طبعا الميوزك، ممكن تتحكم في الميوزك اللي عندك على الموبايل وتعلي وتوطي وتجيب النكست تراك البريفيوس تراك وتعمل بلاي وبوز من الباند بتاعتك. طبعا ممكن تقيس او تشوف الويذر، تشوف طبعا درجات الحراره النهارده على مدار اليوم عامله ازاي. طبعا هي عشان الشاشه بتاعتها طويله فبتعرض لك بيانات كتيره شويه. عندك طبعا الكالندر هنا اهو، بتشوف ايام الاسبوع. طبعا عندك بقى الالارم، ممكن تظبط الارم وبتعمل هي فايبريشن عالي قوي فلذيذه قوي بصراحه. عندك ممكن تعمل تايمر، ممكن تعمل ستوب واتش. عندك فلاش لايت، بص الفلاش لايت وهو شغال تقدر تشوف البيزل بتاعه الشاشه عامله ازاي. عندك فايند فون، لما تكون موصل موبايلك ومش لاقيه بتقدر انك تدوس على فايند فون فتلاقي الموبايل بتاعك. وعندك السيتنجز واللي بتتحكم فيها في الواتش فيسز، وعندك بصراحه هنا واتش فيسز كتير قوي ممكن تنزلهم على الباند بتاعتك. في منهم واتش فيس كلاسيك كده زي دي، ممكن انت طبعا من بره من هنا ضغطه طويله تغير الواتش فيس بتاعتك. دي مثلا بتقيس لك الكالوريز والخطوات والحاجات اللي انت مشيتها ودرجات الحراره. بصراحه الشاشه لطيفه والفايبريشن بتاعها كويس. وطبعا انت هنا بتتكلم في بطاريه محترمه بتقعد بالقليل قوي 5 ايام. طبعا البطاريه دي بتقعد اكتر من 5 ايام لو انت قافل الاولويز اون ديسبلاي. تقدر طبعا تعمل بين للسمارت باند بتاعتك علشان تقفلها عشان مش اي حد يمسكها منك يبتدي ان هو يستعملها. طيب ده كده شكلها في الايد. طبعا هي رفيعه وصغيره جدا وبصراحه وزنها خفيف قوي. وده الابلكيشن بتاع واوي هيلث، ممكن انك تتحكم في حاجات كتير قوي. ممكن طبعا تنزل واتش فيسز كتيره، ممكن تشوف الستيتوس بتاعه البطاريه. عندك هنا تتحكم في النوتيفيكيشنز تجيلك من انهي ابلكيشن. وفايند ديفايس ديت لو دخلت عليها مثلا تقدر تخلي الفايبريشن. بص الساعه دلوقتي بتعمل فايبريشن عالي قوي علشان تبتدي انك تلاقيها لو هي ضايعه منك مثلا. ممكن تظبط الارم، ولما الالارم وقته يجي هتلاقي الباند بتاعتك بتعمل فايبريشن عالي قوي علشان ترن علشان خاطر تلاقيها. تقدر تحدد طبعا ردود سريعه، ان مثلا لو حد بيرن عليك مثلا وانت في ميتنج او في اي حاجه تختار الرد من هنا يتبعت للشخص التاني على طول. وتقدر كمان تعمل فيرم وير ابديت لو الساعه او الباند بتاعتك ليها ابديت. هو هنا بيقول لي ان يور فيرجن از اب تو ديت، فما فيش ابديتس تانية للسمارت باند بتاعتنا. ده كده منظر النوتيفيكيشنز لما بتجيلك اي نوتيفيكيشن. طبعا ده من هاو تو بالعربي، ماشي. بتدعم العربي بطريقه عالميه بصراحه من اول الباند 6 وانا بجربها وهي بتدعم العربي بطريقه كامله متكامله. الباند دي بتتشحن تقريبا في حوالي ساعه ونص وبتقعد معاك حوالي اسبوع استخدام. فبصراحه كباند مشهورة جدا من واوي ويعتمد عليها وبتقدم قيمة كويسة مقابل السعر لو انت بتدور على سمارت باند. وبتقدم فيتشرز جميلة قوي ولكن السعر بتاعه بصراحة غالي شويتين، 2000 جنيه. انا ممكن ادفع فيها 1500 جنيه اخرها بصراحة. وبس كده، دي كانت كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الواوي باند 9. للأسف ما بتقدمش حاجات كتيرة عن الجيل اللي فات والجيل اللي قبله، بل بالعكس ال 2000 جنيه بتوعها انت ممكن تشتري بيها حاجات كتير قوي. عندك مثلا الريدمي واتش 3 اكتف، عندك الريلمي ار 100. طبعا دول كلهم سمارت واتشز بيبقى فيهم مكالمات. اللي يفرقهم عن دي الديزاين، الشكل بدل ما هو الرفيع الطويل لا هو شكل سيركل مدور كده شبه الساعه العادي خالص. في حاله انك هتروح للريلمي ار 100، ولو هتروح للشاومي ريدمي 3 اكتف فانت تتكلم عن الديزاين المربع اللي شبه الابل واتش. الاثنين فيهم مكالمات، بيدعموا المكالمات احسن بكتير من الواوي باند 9. فالخلاصه لو قدامك الواوي باند 9 بسعر 1500 جنيه اشتريها، ولكن 2000 جنيه كتير عليها قوي الصراحه. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. قولوا لي في الكومنتس تحت ايه رايكم في الواوي باند 9. اللينك بتاع الشراء تحت هتلاقوه في الديسكربشن. وكالعاده كان معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيوتك. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.